أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم. هندرس مع بعض أساسيات مادة الدراسات الاجتماعية واللي هتخلينا نفهم الدراسات. طب يا ترى إيه هي الأساسيات دي؟ زي ما احنا عارفين إن مساحة الكرة الأرضية كبيرة جدا جدا، فعلشان كده العلماء حبوا يدرسوا الأرض، لكن الموضوع كان صعب عليهم جدا، ففكروا في حيلة كده إلى تقسيم الأرض خطوط طولية وكمان دوائر بالعرض. والخطوط اللي هي الطولية دي سميناها خطوط الطول، والدوائر العرضية سميناها دوائر العرض. طب ليه يا ترى هم عملوا كده؟ علشان يقدروا يدرسوا الأرض بطريقة سهلة، فالعلماء قاموا برسم خطوط بالطول على الكرة الأرضية، ودي طبعا خطوط وهمية، يعني مش موجودة في الواقع أو في الحقيقة. والخطوط دي هي عبارة عن أنصاف دوائر رأسية تصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وكمان خط الطول الرئيسي اسمه جرينتش، وده بيقسم الكرة الأرضية ما بين الشرق وما بين الغرب زي ما ظهرت كده قدامنا في الصورة. طب يا ترى ايه فايدتها؟ أول حاجة إن هي بتساعد على تحديد موقع الإنسان على الكرة الأرضية، إذا كان هو في الجزء الشرقي أو في الجزء الغربي، وده طبعا بيفيد جدا في رحلات الطيران. 2، تحديد الزمن ومعرفة كمان فرق التوقيت، لأن مش كل الدول العالم نفس التوقيت، في دول بتكون سابقة بكام ساعة وفي دول بتكون متأخرة مثلا عن مصر بكام ساعة. طب ده نعرفه ازاي؟ عن طريق خطوط الطول. إذن خطوط الطول ليها أهمية كبيرة جدا، لأنها بتساعدنا على معرفة موقع الإنسان على الأرض في الشرق ولا الغرب، وكمان تحديد الزمن وفرق الوقت بين الدول على سطح الكرة الأرضية. وعدد خطوط الطول حوالي 360 خط، 180 خط في الشرق و180 في الغرب. إذن عدد الخطوط كلها على الكرة الأرضية 360 خط. أما بالنسبة لدوائر العرض فهي دوائر أفقية وهمية بنرسمها على الكرة الأرضية على الورق، ولكن هي ليست موجودة في الحقيقة أو في الواقع. يعني مش هنلاقي خطوط كده مرسومة على الكرة الأرضية، لا، دي خطوط احنا بنعملها على الخرائط. وبنلاقي ان اكبر دائرة عرض هو خط الاستواء او دائرة الاستواء، ودائرة الاستواء تقسم الارض الى الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من الكرة الارضية. ثم تصغر هذه الدوائر، يعني الدوائر دي بتصغر كل ما بعدنا عن دائرة الاستواء في الشمال او الجنوب. وبنلاقي ان فوق خط الاستواء مدار السرطان، وده درجته 23.5 درجة شمالا، وتحت دائرة الاستواء مدار الجدي وهو بمقدار 23.5 جنوبا، والدائرة القطبية الشمالية في الشمال والدائرة القطبية الجنوبية في الجنوب. وطبعا القطب الشمالي عند نقطة 90 شمالا والقطب الجنوبي عند 90 جنوبا. طب يا ترى ايه فايدة دوائر العرض دي؟ أول حاجة بتفيدنا إن هي بتساعدنا في تقسيم الأرض إلى مناطق حرارية، يعني بنعرف فين الأماكن الحارة، الأماكن المعتدلة، الأماكن الباردة. زي ما ظهر قدامنا كده شكل الساندويتش، الأماكن اللي على الكرة الأرضية في الوسط عند خط الاستواء بتكون حارة جدا، بعد كده بتكون معتدلة، فوق عند القطب الشمالي والجنوبي بتكون مناطق باردة. كمان بيفيدني في معرفة موقع الإنسان على سطح الأرض في الشمال ولا في الجنوب. متهيألي كده فهمنا كويس قوي خطوط الطول ودوائر العرض، وعرفنا إن هي خطوط وهمية ليس لها أساس في الواقع، ولكنها تساعدنا في دراسة سطح الكرة الأرضية بطريقة سهلة. بتمنى لكم النجاح والتفوق الدائم.